بالنسبه للمكملات الاطفال فهي اسمها مكملات بتدي للطفل احتياجه اليومي اللي هو المفروض ياخده من الاكل، اللي هو لو بياكل اكل طبيعي اكل متنوع واتكلمنا عنه في بوست سابق قبل كده، اللي هو خضار وفاكهه والحاجات الطبيعيه. بس في الغالب الاطفال دلوقتي عايشين على الشيبسي والكلبز والاندومي، فما فيش فيه قيمه غذائيه، فبيبقى الطفل ما بياخدش العناصر الغذائيه من الاكل. فاحنا بنديله المكملات الغذائيه ديت عشان نعوض اللي هو ما بياخدوش من الاكل، ويبقى احتياجه اليومي من الفيتامينات كلها بيبقى بياخدها. فهو المكملات في الاساس بتبقى عشان كده. لكن لو هو الطفل بقاله فتره وما بياكلش الاكل الطبيعي وعايش على الشيبسي والكلبز، فهنا بيبقى بدا يظهر مع عليه مشاكل في النوم، مش بينام كويس، النمو بتاعه مش طبيعي زي الناس اللي في سنه، التركيز بتاعه على طول مش مركز. ففي الحاله ديت هنا بقى بنبدا بمكمل موجود. وانواع المكملات اتكلمنا عنها في البوست، ازاي تعرف المكمل كويس ولا لا. لكن ايه بقى الفيتامينات اللي حاجه المسؤوله عن التركيز المسؤوله عن النمو، في البوستات الجايه ان شاء الله نتكلم عنها. لكن هنا انت بتبداي بمكمل غذائي، وبعد كده بتتابع مع دكتور، لان هو هيحلل وهيقرر بقى هو يستمر على الجرعه العلاجيه، الجرعه اللي يحتاج اليومي، ولا هيطلع بجرعه اعلى اللي هي الجرعه العلاجيه. فمهم هنا بقى ان هو لو بقاله فتره وبدا يظهر عليه الاعراض دي ان هو يتابع مع دكتور. لو عجبك المحتوى فتابعني عشان تتابع بقيه البوستات. سلام.